مرحبا أصدقائي، إيمان تتحدث عن الذين وجهوا لها الانتقادات بسبب ظهورها في بث مباشر مع مرتضى العراقي، وتؤكد قائلة: لا أحمل أي حقد تجاه مرتضى، فهو صديق عزيز وتجمعني به علاقة قائمة على المحبة والاحترام، وغضبي منه كان نابعا من مكانته القريبة إلى قلبي، لم يكن عزيزا لما شعرت بالضيق، ولو كان بيني وبينه خلاف كبير لما قبلت الظهور معه في البث المباشر. كما عبرت عن شكرها لكل من صمم لها تصاميم سواء كانت سلبية أم إيجابية. للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو. الموضوع مهم قاعد يصير معايا. الموضوع اللي قاعد يصير انه في ناس مثلا انتقدت انه انا من كنت في لايف مثلا مع اصحابي مثلا او الناس اللي كانوا معايا خلوني نسكر بس تعليقات، مش تعليقات، هاي شو اسمها، انفيتاسيون. الموضوع اللي صار، الانتقادات اللي وصلتني انه ليش طلعتي مثلا على سبيل المثال هداك اليوم مع مرتضى يعني انا ما بيني وبينه يعني حقد، ما بيني وبينه ثأر، لا قاتل لي ابويا ولا اخويا ولا جاي علي ولا جاي على عيلتي. يعني الشخص ما بيني وبينه الا كل الحب والاحترام. تعايشنا مع بعض في مكان واحد، اكلنا مع بعض، شربنا مع بعض، صار بيني وبينه موقف وانا قلت له اياها وبضحك، يعني قلت له ترى انت مزعلني، قال لي ايه انا مزعلك وزعله كبيره. فموقفي كان منه بسيط، انه انا زعلت منه من موقف، وحق كل صديق على الصديق انه هو يزعل من صديقه. لو هو ما بيعز علي ما بزعل منه مثلا. فلو بيني وبينه انا شيء كبير ما بطلع معه في لايف. يعني مثلا حتى لو بالصدفه طلعنا بالصدفه مع بعض، يعني انا لو بيني وبينه شيء مثلا او بيني وبينه مشكله كنت بنزل انا، بس بالعكس كل الحب وكل الاحترام له ولكل متابعينا ولكل الناس اللي بتحبه، على عيني وعلى راسي. فبتمنى أي شخص يوم اللي بيشوفني أنا مع ناس معهم يحترم هادوم الناس اللي أنا معهم، وما يتعدى عليهم ولا ينتقدهم. وبالنسبة للناس، كما عبرت إيمان عن شكرها لكل من صمم لها تصاميم سواء كانت سلبية أم إيجابية. اللي بتنتقدني بطريقة سلبية أو بتحكي علي بطريقة سلبية، بالعكس أنا بتشكر هاي الناس اللي بتحكي علي بطريقة سلبية. بتشكر الناس اللي بتعمل لي مثلا تصاميم سلبية. بهودوما كلياتهم الناس اللي بتحكي علي هم عبارة عن ناس ورا ظهري، فاهمين علي؟ يعني هم ورا ظهري مو قدامي. فأنا قلبي كبير وقلبي طيب وبنت ناس وبنت. شكرا من القلب لكل من وضع إعجاب للفيديو. نلتقي في فيديو جديد.